نيمار يستحق الطرد، وهل تم حرمان الهلال من 5 ركلات جزاء أمام ناف باخور؟ اللقطات التحكيمية الجدلية في مباراة الهلال وناف باخور. شهدت مباراة نادي الهلال السعودي أمام ناف باخور الأوزبكي جدلا تحكيميا كبيرا بسبب مطالبات نجوم الزعيم بأكثر من ركلة جزاء. الهلال سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف أمام ضيفه ناف باخور ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. وفي هذا السياق أشاد المحلل التحكيمي سمير عثمان بالطاقم الذي أدار المباراة على الرغم من صعوبة أكثر من حالة تحكيمية. وأكد عثمان في تصريحاته لبرنامج أكشن مع وليد على أن القرارات الحكم بعدم احتساب ركلات جزاء للزعيم الهلالي في الدقائق 47 و67 و78 و98 و101 صحيحة. وكشف المحلل التحكيمي عن أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور نجم الهلال كان يستحق الطرد من المباراة. وأشاد سمير عثمان إلى أن الحكم اكتفى باحتساب كرت أصفر فقط ضد نيمار على الرغم من أن الساحر البرازيلي ارتكب سلوكا غير رياضي بدفع لاعب الفريق المنافس ثم تسديد الكرة في جسده. جدير بالذكر أن نيمار بدأ في التشكيل الأساسي للهلال أمام ناف باخور لأول مرة منذ الانضمام إلى الفريق الأزرق بعد أن شارك بديلا أمام نادي الرياض في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.